اهلا بكم. ان شاء الله النهارده هناخد يعني ازاي نقدر نعمل كونفرت في التايم، اليونت اوف تايم باستخدام الفراكشن. تعال نتفق ان 1 year equal 12 months، والدي الواحد فيه 24 اور، والاور الواحده فيها 16 minute، والمينت الواحده فيها 60 60 سكند. دي 60 ودي 60. ده كلام احنا عارفين، ما جبناش جديد يعني. ازاي بقى مثلا يقول لك عايز هاف يير او 2 اوفر 3 اوف يير؟ قدامي حلين. حل اولاني قلت لك قبل كده ان 1 اوفر 2 ملتبلاي الير اللي هي ب 12. في حد يقول لك يا مستر ملتبلاي وهعمل ديفيجن، اقول له ممكن تجيبها بالايكوفالنت فراكشن. انا عايز احولها لايه؟ لمانثs. تمام. فالير الواحده فيها قد ايه؟ فيها 12. فاقول 1 اوفر 2 ايكوال كام اوفر 12؟ ايكوال 6 اوفر 12. بس خلي بس خلي بالك الاجابه هتبقى 6 هنا. 1 over 4 of a day. 1 over 4 of a day عبارة عن ال 1 over 4 هيبقى الدي فيه كام اور؟ في 24. يبقى هنا ال 24 ال 4 بقت 24، يبقى عملت ملتبلاي كام؟ 6. يبقى فوق تعمل ملتبلاي 6، تبقى الإجابة عبارة عن كام؟ 6 اور. 2 over 3 of a year عايز احولها لمانث. المانث الير فيه كام مانث؟ في 12. فهنا هنعمل ملتبلاي كام؟ ملتبلاي 4. يبقى فوق هتعمل ملتبلاي كام؟ ملتبلاي 4. يبقى 2 ملتبلاي 4 ايكوال ايه؟ ده حل. في حل تاني مثلا يجي يقول لك ايه؟ 2 اوفر 3 اوفر يير. 2 اوفر 3 تايم ال 12. حلو. ونبقى عارفين اما اجي اعمل ملتبلاي، اما اجي احول من حاجه كبيره لحاجه صغيره بعمل ملتبلاي. فاقول 2 اوفر 3 اوف 12. هنا اعمل ايه يا مستر؟ اعمل ملتبلاي عاديه. 2 تايم ال 12 ب 24. بنضرب اللي فوق في بعضه واللي تحت في بعضه، وال3 تنزل. يبقى 24 اوفر 3 ايكوال كام؟ ايكوال 8. تعالى مثلا هنا اهو، عايز يحول من الدي للاور. انا عندي من الكبير للصغير بعمل ملتبلاي، فاقول هاف الدي للاور فيه كام؟ في 24 اوف 24. كانك بتقول 24 ديفايدد باي 2 ايكوال سوري دي 24 ديفايدد باي 2 ايكوال كام؟ ايكوال 12. لا هو عايز هنا ال 1 اوفر 4. يبقى 2 اوفر 4 ديفايدد 4 ايكوال 6. فانا عندي قاعده ثابته، انت ممكن تشتغل بالايكوفالنت فراكشن زي ما انت عايز كده اشتغل، عايز تشتغل بالمالتبلاي زي ما انا شغال كده اشتغل. بس انا عن نفسي امشي بطريقه المالتبلاي. ليه؟ عشان ما اتلخبطش. انا مش هقعد اوجع دماغي. اما بحول من حاجه كبيره لحاجه صغيره بعمل مالتبلاي، اما بحول من حاجه صغيره لحاجه كبيره بعمل ديفيجن. انا عايز احول من اليير للمانث، يبقى من حاجه كبيره لحاجه صغيره، يبقى تايم كام؟ تايم 12. طيب تعالى مثلا مديني هنا عايز يحول من الاور للمينت. زي الفل. ممكن تحلها بالايكوفالنت فراكشن. تبقى هنا ده الاور فيها كام؟ 60. تبقى هنا تايم كام؟ تايم 20. او اقول 1 اوفر 3 اوف 60 يبقى تايم 60. هيبقى عباره عن 60 اوفر 3. اعمل ديفيجن هيديها 20. طب جه سؤال وبيقول لك لا ده انا عايزها 3 اوفر 4 اوف اور. من الاور لمين؟ للمينت. طب المينت فيها كام؟ فيها 60. يبقى 3 اوفر 4 تايم كام؟ تايم 60. اعمل هنا 3 تايم 60 ب 180، وال4 تايم ال1 ب 4. 180 ديفايدد 4 مش هتنفع. اعمل ديفيجن. لو عملت ديفيجن هيديني 45.
هيديني 45. ده حل. ممكن تحلها زي ما حلها هنا اهو بالايكوفالنت فراكشن، بس انا غالبا انا هستخدم دي ليه؟ عشان انا ما اتلخبطش. اما اجي احول من حاجه كبيره لحاجه صغيره بعمل مالتبلاي، بحول من الصغير للكبير بعمل ديفيجن، وهتلاقي مساله زيها جايه كده جايه لك بنفس الطريقه كده اهو هنا. فمثلا هنا مساله زي دي لو قال لك 18 مينت عايز احولها لاور، ده بحول من الصغير للكبير يبقى ديفيجن، يبقى 18 ديفايدد باي كام؟ ديفايدد باي 60. الزيرو يروح مع الزيرو هيبقى 8 اوفر 6. طب 8 اوفر 6 دي عباره عن كام؟ عباره عن 1 و2 اوفر 8 و2 اوفر 6 قصدي. حولها للسمبلست فورم هيبقى 1. هعمل ديفيجن 2 فوق وتحت و1 اوفر 6. تمام. طب مثلا هنا عايز يحول من الاور للدي، طب الاور فيه كام؟ فيه 24، يبقى 36 ديفايدد باي كام؟ باي 24. هل في حاجه نعمل ديفيجن عليها؟ عايز احولها سمبلست فورم. هبص كده ممكن اعمل ديفيجن باي 6 فوق وتحت، يبقى 6 ديفايدد باي 4. صح؟ طب ممكن اعمل ديفيجن فوق وتحت؟ ممكن اعمل ديفيجن فوق وتحت بال2، يبقى 3 ديفايدد باي 2. 3 ديفايدد باي 2 عباره عن كام بالميكسد نمبر؟ 1 و1 اوفر 2. طيب طب جالي سؤال قال لي هنا 5 years عايز يحولها لمانث، من الكبير للصغير بعمل ملتبلاي، يبقى 5 تايم كام؟ 5 تايم 12. 5 تايم 12 بيدينا 60. طيب تعال تعال نحل مثلا اول سؤال. اول سؤال بيقول لي ايه؟ 3 اوفر 4 اوف من الاور للمين. طب المين دي فيها كام؟ من الاور من الكبير للصغير، الاور دي فيها كام؟ فيها 60. يبقى ان بتقول 3 اوفر 4 تايم ال 60. لسه حلنا على فكره وطلعت الاجابه عندنا 45. طب هنا من المينت للسكند بقى 2 اوفر 3 تايم ال 60. اعمل ملتبلاي فوق 2 تايم 60 ب 120 اوفر كام؟ اوفر 3. 120 اوفر 3 يدينا كام؟ 12 تايم 0 ينزل وال12 تايم ال 3 ب 4 يبقى 40. على فكره انت ممكن تحلها بطريقه ثانيه. على فكره اللي تحت ده يعتبر ديفيجن. يعني ايه؟ يعني اقول لك على حاجه، انت ممكن تقول ايه؟ ال 3 تروح 3 ديفايد ال 6 ب 20 و20 تايم ال 20 ب 40. انت ممكن تطير ده قصاد ده، لان اللي تحت دي على فكره يعني احنا بنضرب اللي فوق في بعضه واللي تحت في بعضه وبعدين بنعمل ديفيجن. انت ممكن تقول ان اللي تحت ده لو ممكن اطيره مع اللي فوق بالديفيجن. يعني ممكن حتى المساله اللي فوقيها اقول ديفايدد باي 1 4 ديفايدد بال 60 فيها 15. 15 تايمز 3 ب 45. فانت ممكن تحل تضرب اللي فوق في بعضه واللي تحت في بعضه، او ممكن اخد حاجه من اللي تحت اعملها ديفيجن على اللي فوق عادي. ده صح وده صح. وعايزك كده ايه تتحرك في الماس، ما تبقاش حافظ طريقه تحل بيها، اشتغل بالاسهل بالنسبه لك. طب مثلا هنا 1 اوفر 3 اوف كام؟ اوف ا داي اوف اور. الاور فيها كام؟ فيها 24. كاني بقول 1 اوفر 6 تايم 24 على 6 فيها 1. هنا 24 ديفايدد باي 6 فيها كام؟ 24 ديفايدد 6 فيها 4. يبقى اجابه رقم سي 4. طب السؤال اللي بعديه 4 اوف 5 اوف اور. الاور عايز احولها لمين؟ عايز احولها لمينيت، يبقى اعمل ملتبلاي 60. هبص للمساله دي هقول هنا
1. هنا 12. ما هو اعمل ديفايدد بقى، اعمل 60 ديفايد باي 5 فيها 12. 12 تايم ال 12 تايم ال 4. 12 تايم ال 4 بكام يا مستر؟ 12 تايم ال 4 بكام؟ 66؟ لا ب 40، ب 48. اللي بعده جه وقال لي مثلا 3 ده اوف يير، يوف اللي هي بكام؟ ب 12، يبقى 3 اوفر 4 اوفر يير، 3 اوفر 4 اوفر يير فيها 12. احنا قلنا ممكن تضرب اللي فوق بعضه واللي تحت في بعضه وبعدين تعمل ديفيجن، او ممكن اشتغل على الديفيجن عادي. هقول هنا هتبقى 1 وهنا تبقى 4 و3 تايم ال 4 ب 12. ايه ده؟ استنى، ده فيها ال 1، دي فيها ال 3 يا مستر. 3 تايم ال 3 ب 9. فشوف مسألة زي دي انت ممكن تحلها بكذا طريقة، ممكن تحلها بالايكوفالنت فراكشن، ممكن تحلها تضرب اللي فوق في بعض وتحت في بعض، حل بالمسألة الأسهل بالنسبة لك. طيب تعالى مثلا على السؤال رقم جي، بيقول لي 7 minutes فيها كام مينت وفيها كام سكند؟ أكيد طبعا 1 اوفر 10 دي أولا فيها 7 minutes، ما فيها 7 minutes. 1 اوفر 10 اوف minute، 1 اوفر 10 اوف minute، عايز أحولها لسكند. اضرب في كام؟ اضرب في 60. ال 10 فيها ال 1 على ال 10 فيها ال 6، يبقى يطلع كام؟ تطلع 6. وزي ما قلت لك اللي تحت في الفراكشن يعتبر ديفيجن، يعني هقول هنا 60 divided by 10 equal 6. تعالى اللي بعدها، دي فيها كام اور؟ فيها 4. طب ال 3 اوفر 4 اوف اور، ال 3 اوفر 4 اوف اور، الاور كام يا مستر؟ الاور عايز احولها لمينت تايم 60. ماشي. ال 4 فيها ال 1، 60 divided by 4 فيها 15. 15 تايم 3 ب 45. تعال ناخد السؤال اللي بعده، ده هيبقى 6 years. طب كم مانث؟ هاف يير، نص سنة ب 6. تعال ناخد السؤال وليكن السؤال رقم ال ده. ال ده بيقول لك ايه؟ انا دلوقتي عندي 2 اور وعايز احولها لمينت. يا اخي انا عارف، طب ماشي ما تحولها. لا ده هنا بيقول لك ايه؟ طب انا عايز احولهم لمينت. اولا ال2 اورز دول، ال2 اورز دول فيهم كام مينت؟ ال2 اورز دول فيهم 2 تايم 60 ب 120. ليه؟ ما هو عايز احولها لمينت، اما احول من الاور للمينت ما يعتبر 2 اور، 2 اور احولهم لمينت يبقى 120. طب 1 اوفر 6 اوف اور، 1 اوفر 6 بالاور، الاور كام؟ الاور ب 60. هنا 6 فيها ال 1، 60 ديفايد 6 فيها 10. ال 10 تايم ال 1 ب 10. طب دول بيمثلوا لي كام مينت؟ بيمثلوني 130. بيقول لي ال 80 مينت فيهم كام اور؟ هنا بحول من الصغير للكبير، وطالما بحول من الصغير للكبير بعمل عمليه ديفيجن، يبقى هعمل ديفيجن باي كام؟ باي 60. الزيرو هيروح مع الزيرو، هيطلع لنا 8 اوفر 6. 8 اوفر 6 ده هي اعمل لها ديفيجن فوق وتحت بال2 هيبقى 4 اوفر 3. 4 اوفر 3. ال 4 اوفر 3 اما احولها للميكسد نمبر هيبقى 1 1 اوفر 3. طيب تعالى شويه نحل شويه مسائل البورد بروبلم. تعالى مثلا نحل المساله رقم 6. 6 دي بتقول لي ايه؟ تزرع، ماشي. شي توك 5 بلين فيرست، ماشي. وبعدين السكند خدت فيها قد كده مينيت، ماشي. والثيرد خدت شي سير توك 1 اوفر 10 less than the time to blend than the second. كده طالما عندي
في مقارنات لونجر وليزان وسمولر ذان، يبقى هنا لازم نجيب التايم بتاع كل واحده. يعني هنا مثلا قلت لك الاولانيه خدت كام؟ 1 اوفر 5 مينت، زي الفل، جزاك الله خيرا. وبعدين الثانيه بيقول لك لا استنى، ده هي خدت اقل منها. ذا سكند وان خدت 1 اوفر 12 مينت لونجر ذان. لونجر ذان يعني ازيد منها. وبعدين التالتة لا 1 اوفر 10 ليس ذان ذا تايم ذا سكند، فكلهم مرتبطين ببعض. واضح كده والله اعلم ان هنشتغل كلنا بالسكند. او على فكره انت ممكن تشتغلها بالسكند وممكن اشتغلها بال، بس لو قال ليس تايم ذان ذا سكند وان ماشي، انا ليس ذان تايم تو بلاند ذان ذا سكند، ممكن اشتغلها بالسكند وممكن اشتغلها بالمنت. الجزء يا باشا ينفع الاثنين. يعني يا مستر ينفع اشتغلها بالسكند ينفع اشتغلها بالمينت؟ لو انا هحول كله لسكند، فانا ممكن اعملها عادي واطلع الاجابه بالسكند. يعني ايه؟ يعني مثلا اقول 5 اوفر 6 في المينت احولها لسكند، 1 اوفر 12 في المينت احولها لسكند، 1 اوفر 10 في المينت احولها لسكند، واشتغل كاني بعمل عمليه اديشن في السكند، اديشن سبتراكشن في السكند. ده حل تاني ان اجيبها له بالفراكشن، بس هو هنا الراجل حدد لي عايزه بالفراكشن ولا لا. هاو لونج تيك تو مش عارفه مين، ما حددليش هنا عايزه بالميت ولا بالسكند. مينت مش عارفه مين، سكند لونجر ذان. طب انا ايه، انا هقول لكم حاجه حلوه، هحولهم كلهم للسكند. حلو. طيب ده عباره عن 5 اوفر 6 في السكند، 5 اوفر 6 في 60، يبقى اقول 5 اوفر 6 تايم 60. قلنا انت ممكن تشتغل عادي، اقول اللي تحت ده يعتبر ديفيجن، فيها 1 60 ديفايد 6 ايكوال 10. 10 تايم ال 5 ب 50. ب 50 ايه؟ 50 سكند. حط جنبها سكند كده عشان ما انساش. اللي بعدها 1 اوفر 12 اوف سكند، كانها 1 اوفر 12 تايم 60، هتبقى هنا 1 60 ديفايد 12، 60 ديفايد 12 فيها 5 سكند. يبقى انا حولتهم كلهم لمين؟ حولتهم كلهم للسكند. طب هنا 1 اوفر 10، 1 اوفر 10 احولها للسكند، يبقى 1 اوفر 10 تايم 60، يبقى اشيل دي مع دي، 60 ديفايد باي 10 ايكوال 6 سكند. كان حولتهم كلهم لمين؟ من الميت للسكند. حل يا باشا. هو بيقول لك الاولانيه خدت 50 سكند، تمام، والتانية خدت ازيد منها بكام؟ ب 5. خدت ازيد منها ب 5، يبقى خدت كام؟ خدت 55 سكند. طب والتالتة خدت اقل من الاولانية بكام؟ ب 6 سكند، يبقى 49. ب 49 سكند. فلما يجي يقول لي السرد دي خد قد ايه، هقول له 49 سكند. انت عملت ايه يا مستر؟ اول حاجه حولتهم من مينتس لسكند، وبعد ما حولتهم من مينتس لسكند اشتغلت عادي. بحول ازاي من المينت للسكند؟ بعمل ملتبلاي 60، اللي تحت ديفيجن اللي فوق ملتبلاي. فانا قلت الاولانيه 6 او 5 اوفر 6 تايمز 60، 6 ديفايد باي 6 ايكوال 10، 10 تايم ال 5 ب 50. اللي بعدها 60 او 60 divided by 12 equal 5. اللي بعدها 60 divided by 10 equal 6. واشتغلت عادي. الاولانيه ب 55 او ب 50، الثانيه ازيد منها ب 5 سكند ب 55، الثالثه اقل منها بكام؟ 6 سكند. بجيب 55 واعمل لها ماينس كام؟ ماينس 6 سكند، يطلع لي 49. تعال نحل رقم 7. يقول لك
عفاف عمل قد كده سيرشنج مش عارفه مين، ماشي برزنتيشن. لزان كلمه لز of an hour less her presentation together. Over both day how many did عفاف spent on her presentation. طيب يبقى اول يوم كانوا كذا، تاني يوم كانوا كذا. طيب انا هوريك حاجه تانية، انا حليت اللي فوق ان حولتهم لك كلهم لمين؟ لمينيتس، او فوق حولتهم كلهم لسكند. طب انا يا مستر بيسالني بالاورز، لاحظ كلمه هاو ميني مين اور هنا محدد لي، فبالتالي هو بيسالني بالاور ما بيقاليش حول لمينيت، فبالتالي الاجابه عندي لازم تطلع بالكام يا مستر اسلام؟ لازم تطلع بالاورز. فهنا مفيش تحويلات، مفيش هنا ايه كونفيرت، هو يعني اللي فوق حولتها لانه ما قاليش، ما حددليش، فانا قلت اللي فوق حولتها قلت عشان اسهلها بالنسبه لي، لكن هنا ما حددش. فطالما هنا سوري هنا محدد، فطالما محدد يبقى اشتغل بالاورز. الاورز يعني فراكشن. اول يوم هي عملت قد ايه؟ كذا. تاني يوم عملت قد ايه؟ اقل من اليوم الاولاني. يقول لك لز، كلمه لز يعني اقل من اليوم اللي قبليه. تمام؟ يبقى هقول ايه؟ اول حاجه عاوز اعرف اليوم التاني قد ايه. فبقى اليوم الاولاني 5 وات اوفر 3 ماينس 11 اوفر 12. هنا طبعا مفيش فراكشن، اضرب فراكشن. هبص هل ال 11 اوفر 12 اكبر ولا ال 2 اوفر 3؟ طبعا قلت لك لازم تتاكد ان الفراكشن اللي في الاول هو الاكبر. هعمل مقص هنا تبقى 33، هعمل مقص هنا تبقى كام؟ هيبقى 24 صح؟ فتنفع. تمام؟ طيب دي ب 33 ودي ب 24. يبقى مين الاكبر يا مستر؟ يبقى التانية هي الاكبر. فطالما كده، طالما ما تنفعش ليه؟ لازم يبقى الاولانيه هي الاكبر، انما دي 24 ودي 33، وبالتالي ال 11 اوفر 12 اكبر من ال 2 اوفر 3، وبالتالي لازم اعمل استلف. هيبقى هنا 4، اما اجي استلف هنا هتبقى 3 اوفر 3 تبقى 5 اوفر 3 ماينس 11 اوفر 12. اما اجي اشتغل هنا يبقى الول نمبر مع الول نمبر ب 4، مفيش حاجه مع الول نمبر. الفراكشن مع الفراكشن، ده تبقى 3، ده تبقى 12 قصدي. هحاول اجيب ال سي ام وانا 12 ديفايد 3 ايكوال 4، 4 تايم 5 ب 20. 12 ديفايد 3 ايكوال 4، 4 تايم 5 ب 20، وانا 12 يبقى 11. اعمل ماينس، هيبقى 4 و9 اوفر 9 اوفر 12 صح؟ تمام؟ طيب لازم انا وانا شغال احول السمبلست 4. حول يا باشا للسمبلست 4، ما يبقى 4 و 3 اوفر 4. ليه بحولها للسمبلست فورم يا عم المستر؟ بحول للسمبلست فورم عشان اعرف اعمل عمليه مالتي ديفيجن بشكل او سوري اديشن او سبتراكشن بشكل اسهل. تمام. يبقى انا اول يوم ذاكر فيه كام؟ او الوقت اللي اداه كام؟ 4 او 5 و 2 اوفر 3. طب تاني يوم 4 and 3 اوفر 4. ده اليوم الاولاني، وده اليوم الايه؟ وده اليوم التاني. تمام. هو عايز يعرف ادى قد ايه، يبقى ده تاني يوم بلس اول يوم اللي هي 5 و 2 اوفر 3. وتعمل يا باشا عمليه اديشن عاديه. طيب
تعال نحل السؤال رقم 10 ده. السؤال رقم 10 ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي كالآتي: عميل ميكسد جوز، هي عملت ده تمام ويز كذا ليتر. كلمة ووتر ووتر مور ووتر ذان. وان موتر ذان. بس انا اقول لك على حاجة. وان موتر ذان يعني ايه يا مستر؟ يعني ازيد من الكمية دي. فانت المفترض الكمية الاولانية عندنا كذا، والكمية التانية دي بلس ده. تعال نعمل. هيبقى 5 و 3 اوفر 4 بلس 1 1 اوفر 2. 5 و 1 يدينا 6، ودي هتبقى هنا 4، ودي هتبقى 3، ودي هتبقى 2. هيبقى الفراكشن بكام؟ الفراكشن هيبقى عبارة عن 5 اوفر 4. طب ال 5 اوفر 4 عبارة عن 1 و 1 اوفر 4، اللي هي هتبقى عبارة عن 7 و 1 اوفر 4. طب 7 و 1 اوفر 4 دي بتمثل لي مين؟ بتمثل لي الكمية التانية. يبقى الكمية الأولانية عبارة عن 5 و 3 اوفر 4، وكمية الووتر عبارة عن 7 و 1 اوفر 4. يا سلام، الاتنين طلعوا 1 اوفر 4. طب اعمل لي اديشن، هيبقى 5 بلس 7 يدينا 12. 1 اوفر 4 و 3 اوفر 4 1 اوفر 4 هيدينا 4 اوفر 4. طب ال 4 اوفر 4 دي بتمثل لي كام؟ بتمثل لي 1. يبقى الاجابه هيطلع عندي 13. هي محتاجه كام؟ محتاجه 12. تمام. طب والكميه اللي عندي كام؟ 13. يبقى تنفع ولا ما تنفعش؟ يبقى تنفع. ماشي، شكرا.